السلام عليكم. اليوم غادي نبدا معكم القصه ديال يوسف النجار في حي شعبي. كان كل نهار كيسمع نفس الهضره: النجاره حرفه قديمه اولدي يوسف، سير قلب لك على شي صنعه ديال 2024. ولكن يوسف جاوبهم: النجاره ديالي غادي نلبسها فستان ديال الديجيتال، يعني غادي يسوق ليها في السوشيال ميديا وغادي يعرفوها الناس ديال الخليج قبل ما يعرفوها الناس اللي دايرين به. هنا فين كانت البدايه ديال يوسف. تعلم الحرفه ديال النجاره مع الاب ديالو في واحد الورشه اللي صغيره بزاف. كان باه معلم ديال بصح، كان كيخدم الخشب بيديه ويصاوب الاتات التقليديه والبيبان، ولكن كانت الخدمه قليله بزاف، والشباب ديال اليوم ما بقاوش كيهتموا بالصناعه التقليديه بزاف. يوسف لاحظ ان الناس اللي عندهم الفلوس كيقلبوا على الاتات العصريه، ولكن كيبغيو شي حاجه اللي تكون فيها الروح ديال الصنعه البلديه. هنايا فهم بان السوق ما ماتش، غير تبدل الذوق ديال الناس لهاد الصنعه. يوسف ما مشاش قلب على شي ورشه كبيره، ولا بدا كيقلب في الانترنت على الموضه، على الترند اللي كاين دابا عالميا ديال هاد الشيء، والتقنيات ديال النجاره التقليديه المغربيه بحال الزخرفه والنقش على الخشب وداكشي. صاوب يوسف قطع فنيه قليله ومختلفه، طاولات صغار وكراسه بتصميم جديد ويكون عصري. دار لهم التسويق في الانستغرام بلا ما يتسنى الكليان يجي لعندو الورشه. يوسف دار واحد الحساب ديال الانستغرام وبدا كيحط فيه التصاور ديال الاتات ديالو، ولكن ماشي اي تصاور، كان كيصور المنتجات باضاءه زوينه وداكشي متقون على حقه وطريقه، والديكورات كانوا عصريين وواعرين بزاف. الكليان ديال يوسف ما جاوش غير من المدينه ديالو، الديزاينات ديالو عجبوا الناس من على برا، خصوصا في الدول ديال الخليج واوروبا اللي كيقلبوا على شي حاجه اللي تكون هاند ميد مصنوعه باليد وفيها واحد اللمسه اللي تكون مغربيه 100%. وهنايا يوسف غادي يكون وصل لداك الشيء اللي كان كيتمناه، وهو انه يوصل السلعه ديالو للخليج. والعبره ديال هذه القصه هذه كتورينا بان الحرفه ديال الجدود ممكن تولي مستقبل زاهر، خاص غير تزيد عليها التفكير العصري والتسويق الذكي. الكنز اللي كاين في هذا الشيء يقدر يوصلك للعالميه، غير خاصك تعرف تصور ليه وتقدمه بواحد الطريقه اللي تكون مزيانه وتكون قيمه حقيقيه للمنتج. هنايا غادي تكون سالات القصه ديالنا، وإلا عجبوكم شي قصص بحال هكا ديال النجاح تبخلوش علينا بشي كومونتير وشي لايك وشي مشاركه مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في قصه جديده وتهلاو.